انا حتى مش في الفيديو اللي بيتريق على lack of representation ده يعني انا حتى مش موجوده ليه. ايه ده؟ جهاد حسام الدين منوراني في شقه 11. ميرسي. ايه الاخبار؟ كويسه؟ الحمد لله. حلو. الحمد لله. عامه اول سؤال بحب اساله هو انت مين؟ فانت مين يا جوكس؟ سؤال عميق من الاول كده. انا مين؟ مش عارفه. بتهيالي نجيهات. اللي هو السهل يعني ممثلة مش كده، بس انت عايز حاجة تانية غالبا. انا عايز اسمع كل حاجه. ممثلة وايه تاني؟ يعني اسألني sub questions عشان اعرف ارد عليك. يعني ممثلة وراقصة ايوه بتحبي ترقصي، ايوه بتبرفورمي وبتحبي تغني، صح. و طب انت قول بقى. ايه بقى لو شلنا كل الحاجات دي من جهاد هنلاقي ايه؟ لو شلنا كل الحاجات دي هنزعل قوي. يعني اعتقد ان الحاجات دي مش حاجات بعملها، هي حاجات معايا يعني فيها جزء مني، ف من غيرها حقيقي مش عارفة. مع اني عشت اكيد فترة كبيرة ما بعملش الحاجات دي برضو اكيد يعني زمان، بس مش عارفة اقولك يعني، مش عارفة اقولك في انه نطاق، لانه حاسة الانسان مليان جوانب كتير، فمش عارفة. بس الاكيد ان الحاجات دي بتساعدني ان انا اعبر عن وجودي يعني في الحياة through الميديوم ده، سواء performance، تمثيل، غنى، اي حاجة يعني whatever، بس اكن ده الوسيلة. وبندور على الغاية بقى. يعني مش عارف. طيب انت قلتي حاجة ان انت كنت بتعملي اكيد حاجات تانية غير الفن، صح؟ انا اصلا درس علوم سياسية. هيتقبض علينا ولا ايه؟ ما لحقتش يعني اعمل بيها حاجة قوي، بس بعدين عملت ماجستير في حاجة اسمها إدارة تخطيط التنمية. هو سب فيلد تحت علوم سياسية، او اكتر ليه علاقة بالمانجمنت يعني، او بالديفلوبمنت فيلد. ف يعني هو نوع شغل كده ليه علاقة انك تشتغل مع الناس، بيسموه community level، بتنزل تعمل مشروع في منطقة، فبتتعامل مع الناس في الشارع. في احتكاك يعني دايركت بيهم، عشان تعمل مشاريع خدمية بتخدم منطقة معينة مثلا. في جزء تاني من الفيل ده اللي هو ليه علاقة بالبوليسيز بقى، او احنا محتاجين نعمل ايه عشان بالتشريعات او مش لدرجة تشريعات، بس اللي هو حاجات يعني تاسكس او حاجات محتاجة تتعمل. الوزارات المعنية محتاجة تعملها، مش لدرجة تشريع، بس اللي هو زي امبريلا تحتها بنعمل المشاريع دي. يعني بنعمل مشروع ده عشان بيخدم كذا بيخدم كذا بيخدم كذا، اللي هو التوبيك تعليم مثلا. بس طب وايه بقى الفن ظهر ازاي في العلوم السياسية؟ اعتقد ان الاتنين مش بعيد عن بعض خالص. ايه ده ازاي؟ يعني دراسة العلوم السياسية في وجهة نظري بيديك طريقة تفكير كده، او طريقة نظرة للعالم عامة، لانك بتبقى عارف حاجات طول الوقت، او مركز في حاجات مش العادي ان انت تبقى مركز فيها، لو ما مش لازم تقرا عنها او تكتب عليها ورقة بحثية او كده. فبحس مثلا ما انا اشتغلت مع الناس في اماكن في الشوارع، فانت على طول في احتكاك بالشارع، بالوضع، بأحاسيس الناس، لو هم مبسوطين ولا frustrated ولا. فده انت يعني انا كنت جزء كبير ان انا ما قدرتش اكمل في الحتة دي، ان انا ما كنتش عارفة اقعد ابلع ده وما طلعوش في حتة. فكان
كان الاوقع او المنطقي اكتر بالنسبه لي ان انا ابقى في حته بيبقى فيها ريليس اكتر في نفس الوقت تخرجي كل اللي انت بتشوفيه او اللي بتسمعيه او اللي بالظبط. بتقريه. او بكتب قصه بتعبر عن حاجه شفتها، او بعمل من خلال شخصيه هي متقدماني مكتوبه وكل حاجه. ب ب يعني هو على فكره نص اللي انا بقوله لك ده بيحصل unconsciously، يعني انا مش بقعد اقول فاكره لما شفت فلانه في الحي الفلاني انا ممكن يعني هو بيبقى مخزون حاجه جواك. هي حاجه خالص خزنت ومحطوطه وبتطلع لوحدها بقى على حسب اللحظه. وبالتالي برضو ده تدريب بقى الممثل، ان هو انت تبقى في حته كده الحاجات بتطلع منك تلقائي من غير ما تحسبها. فبتهيالي لولا ان المخزون ده موجود كانش ده هيطلع او لسه في حاجات ممكن ما طلعتش برضو through التريننج والبروسيس المعين ده. فهم فاهم في حاجه كده هم linked مش linked. يعني it's weird. انا هسكت. لا خالص. لا حلو ان انت شايفه ان هم متعلقين، هم فعلا ليهم علاقه ببعض. ان انت فكره الناس عامه ان انت بتتعاملي مع ناس كتير قوي وكنتي في كله NGOs يعني هو المحور بتاع ده او ده، سواء في التمثيل او في شغل الديفلوبمنت بالذات، هو الانسان البني ادم. فانت يا اما بتعمل حاجه بتحاول تخدم الانسان ده، او نوع من انواع الخدمه انك تعبر عنه. اوكي. يعني انك تديله الصوت او تحكي القصه اللي هي يمكن من غيرك ما كانتش هتطلع مثلا. اوكي حلو. طب بقى لو رجعنا لجهاد وهي في طفولتها، ايوه اللي خدت القرار ان هي تدرس علوم سياسيه وتنميه او كده، وعايزين نعرف بقى الطفوله دي كانت عامله ازاي؟ برضو بيتهيأليش القرار جه من بدري قوي كده بتاع العلوم السياسية ده. أوكي. انا ما اعرفش، وانا صغيرة ما كانش عندي حاجة معينة. كان في وقت كنت عايزة ابقى رقاصة جدا يعني نوع رقص معين ولا؟ لا يعني كنت اقعد البس حاجات سوري آه. كنت اقعد البس حاجات كتير فوق بعض كده واعمل استعراضات وحاجات شبه فيروز كده. اوكي. صغيرة. كنت بقى بقعد اعمل الحاجات دي ولوحدي تماما في الأوضة awkward. بصفة عامة اعتقد ان انا كنت يعني طفل منطوي وانتروفيرت جدا اوكي. لاني قعدت كتير قوي only child يعني. انت الاخت الكبيرة واختك الصغيرة جت متأخر يعني في 10 سنين. اوكي. فكنت شخص على طول قاعد في الأوضة عايش في عوالم خيالية. يعني خلقة لنفسي حاجات وعمالة بانجيج معاها يعني وتفاعل حاسه اني سايكو جدا. انت يوم السفاح. ما جاش من فراغ. ف يعني انا مش بحس ان انا اصلا فاكره طفولتي قوي، بس اللي انا فاكراه مش فاكراها ولا عملت لها بلوك مثلا او حاجه؟ اكيد في جزء معمول له بلوك يعني. بس انا دايما لما يعني حد بيقول لي الطفوله اللي بفتكره عني ان انا كنت شخص لوحده جدا يعني. اوكي. ما بداتش ابقى اجتماعيه غير اواخر سنين المدرسه في الجامعه، لكن كل وانا صغيره ده طفل وحيد فاهم، فهو متعود يبقى بيسلي نفسه بنفسه. اوكي. بس الطفل الوحيد ده يا اما بيبقى منطوي جدا يا اما بيبقى منفتح على الحياه وعنده اصحاب كتير وخروج وفاهمه يعني في الجزء ده او ده. انا بدات منطوي بس في حته فتحت عند حته معينه كده يعني. اوكي. رحت العكس لحد ما لقيت بقى حته في النص. اوكي. بس من وانا صغيره لا يعني لا، ان انا اعمل صحاب دي كانت حاجه صعبه مش حاجه سهله. كان ايه الناس بتتنمر عليكي ولا انت كنت بالنسبه لك؟ طبعا تشابتر التنمر ده انا حاسه ان هو في حياه كل طفل يعني، بس ما جاش من بدري بالنسبه لي الحمد لله. كنت في مدرستين. اوكي. فالمدرسه الاولى لا ما كانش فيه قوي، كان فيه بس بسيط. التانية كانت كارثه، كانت بشعه. لا كانت بشعه. فالتانية دي اعتقد اني عانيت فيها اكتر يعني. اوكي. من ناحيه التنمر، فبالتالي اكيد الوحده، يعني اكيد كل ما حاجه بتحصل بتقفل على نفسك اكتر، منك رايح مدرسه جديده فانت اصلا مش عارف حد،
سيستم جديد، يعني المدرسة دي مش زي دي في النظام التعليمي. فالتانية دي انا ما طول عمري كويسة شاطرة يعني. لا كنت بعاني بقى في التانية دي، كنت حاسة ان انا غبية مش فاهمة حاجة، بس هو كانت نقلة سيستم فاهم، فما كانش في حد اللي هو عارف يشرح لي بس الترانزيشن من هنا لهنا. اوكي. فده كان صعب. فعشان كده لحد ما خلصت مدرسة لا ابتديتي كان تعملي اصحاب في المدرسة الجديدة ولا برضو ما كانش بسهولة؟ بصعوبة كبيرة. انت حاسة ان انت مختلفة عنهم قوي ولا؟ مختلفة وفي نفس الوقت مش متعودة على النظام اللي هم متعودين عليه. في نفس الوقت في تنمر. في نفس الوقت في مش عايزة اسميه بارير لغة، بس أنا موضوع اللغة ده قصة يعني. actually ممكن احكي لك. يعني انا مثلا انا كنت مدرسة فرنساوي، بس المدرسة الاولى مدرسة راهبات. اوكي. فبرضو مدرسة راهبات اسبان. اوكي. فالفرنساوي اللي بتتعلمه مختلف، يعني في لهجة او في اكسنت يعني معينة، في مش يمكن مش زي ما انت اكنك مع فرنساويين يعني. اوكي. وبس. وبعدين مشيت من المدرسة دي، رحت مدرسة فرنساويين. فالفرنساوي مختلف يعني طبعا، اللي هو اقرب لما تكون عايش في فرنسا. اوكي. زي مثلا حد بيتكلم من القاهرة وحد بيتكلم اسكندراني، ففي فتح او صعيدي او حد اللي هو دي مش لغتي لغة. الام في الاول وفي الاخر، لغتي الام لهجة العربي. ففي فرق ما تبقى عارف اللغة من 5/10، وبعدين او مثلا 6/10، وبعدين تروح تلاقي ناس عارفة اللغة 9/10 و10/10 مثلا. اوكي. فلسه انا في جاب كده عشان ابدا اعرف اوصل لل9/10. فطول الوقت انا كنت بحاول احصل تلحقي الحق. ومش في environment كمان طيب يعني، في ما حدش قصدي يبقى شرير، بس عارف سن المراهقه في رخامه معينه كده. فعقبال ما خلصت المدرسه رحت جامعه امريكيه، كان لازم اتعلم لغه تانية. فاول سنه في الجامعه الامريكيه انا كنت علوم سياسيه فاهم، فانا كل حاجه لغه جدا، كتب جدا. فانا قعدت كتير بلحق برضو اتعلم انجليزي، عشان اكيد الانجليزي اللي بتعلمه في مدرسه فرنساوي غير انجليزي اللي الناس جايه من مدارس انجليزي. بعدين رحت سمستر كده امريكا واتطورت وتحسنت جدا وبتاع. خلصت الجامعه رحت عملت ماجستير في انجلترا، اللي هي انجليزي تاني. اللي هو اول مره برضو اللي تسمع ناس كتير بالاكسنت المعينه البريتش دي، حاسه انه صيني. اللي هو ايه ده، بس انا فاهمه بس. بعدين رجعت مصر مش بتعرف اللغه العربيه عادي يعني مفيش حاجه. وبعدين انا سافرت اسطنبول، عشت هناك سنه اتعلم لغه رابعه فاهم. فموضوع اللغات ده دايما كان في حته كده يعني. اتعلمت بعد، هي انا بقولها دلوقتي بضحك بس لا، كان في اجني يعني طول في السنين. وجع او الم يعني. ألم وإحساس بالنقص وإحساس بأن أنا على طول مش تبع مجموعة معينة، أنا دايما الحد اللي بره. لحد ما اتعلمت بجد دلوقتي ان انا مش محتاجة ماستر اكسنت بتاع اي حد اساسا. انا يعني انا مصرية وبتكلم عربي، دي لغتي الام. ففي حتة كده بقى مع نفسي في احساس كده، هو كتر الف خيري انا بتكلم اللغات التانية دي. يعني كتر الف خيري جدا. وفي نفس الوقت هو اللغة مفروض تكون زي مفتاح بيفتح لك ثقافات وعوالم وكتب وحاجات. مش المفروض تكون هي نوع أداة من أدوات إن حد يحس إن هو اقل او أعلى أو أقل أو كده. يعني طبعا ده هيوديني في حتة سياسية جدا بس أنا مش عايزة أروح. يعني ليها علاقة ليها علاقة من وقت الاستعمار والحاجات دي، بس يعني مش موضوعنا واحنا مش في آسيا. بس اللي هو ازاي ممكن بني آدم لوحده في حالة فردية تامة ده يبقى مؤثر عليه. يعني انا حاسة ان انا بدأت اشوف ده في
كجزء من بازل في العالم الكبير ده، انا ليه كان بيحصل لي كده، او ليه كان عندي المشاكل دي يعني اللي هي غير يعني. انا مش حاسه ان انا اسال اي حد انت كان مشكلتك في اللغه، يعني حاسه ان الناس كلها كانت تمام. بس بدات احس لا ان انا مش لوحدي، وانه اوكي ده جزء من موضوع كبير يعني. اوكي. طيب لو رجعنا بقى برضو في وقت المدرسة شوية، انتي كنتي الأخت الوحيدة وبعدين بقيتي في أخت جت. ايوه. بقى فكرة الوحدة دي ومسؤولية الأخت الكبيرة بقى، احكي لي عنها شوية. يعني المشكلة بقى لما الفرق بيبقى كبير ان بتاخد وقت قوي عقبال ما تتأقلم. لا تبقوا صحاب. اوكي. انت بيبقى فيه بيبي. ايوه انا نفس الحكايه، انا اخويا اصغر مني ب 13 سنه اه وعندي اخ اكبر، بس يعني الصغير ده عبال ما بقينا اللي هو صح عارفين بقى نتكلم نفس الحوار، فانا بقى خلاص خلصت فلا جامعه بيبقى هو. في وقت كبير اللي هو انا كأني امها. اوكي. بس احنا دلوقتي طبعا صحاب قوي يعني. طب حلو حلو. طيب بقى بعدين بقى دخلنا في مرحله العلوم السياسيه والماسترز والحته دي كلها، امتى بقى شعله الفن ظهرت؟ يعني وانا بعمل الحاجات دي مم. كنت بغني كده كده. اوكي. وكان الغنى بالنسبه لي ده الوقت اللي في الاسبوع كنت فاكره انا بغني كل يوم جمعه. اوكي. يعني عند حد بتعمل لي يعني على مم. البيانو كده. كان ده الوقت اللي هو بتاعي. اوكي. انا عايزه اروح انبسط فهروح اعمل ده. اوكي. وقبله كنت بغني انشاد ديني يعني من غير هدف، يعني الهدف ان انا ابقى مبسوطه وكويسه وكده يعني. لحد ما ده حد كان قاعد جنبي، ايه ده ما تروحي تعلمي انت صوتك حلو ومش عارف ايه. فاول حد خالص اتعلمت معاه كان شيخ اسمه شيخ زين، شيخ مداح معروف جدا في مارسيل في فرنسا. بس رجع مصر وبقاله شويه مشهور برضو هنا، ومشهور باغنيه اسمها يبكي ويضحك. اوكي. بتهيألي كانت في فيلم ما يعني. وهو يعني عالم كبير يعني. ما روحت أنا اول وركشوب خدتها يعني كنت حاسه اوه كده ده. فهنا دي بتهيألي كانت النقله الاولى من ان انا دي حاجه بعملها مع مجموعه كلنا بس بنعملها كحاجه روحانيه يعني لينا وكده، ان هو لا انا بتعلم مع حد وبيعلمني يعني ايه فولكلور. يعني شيخ زين مش بس انشاد ديني، كمان فولكلور شعبي وصعيدي. ف ان حد بقى هنا لا بيعلمك الحاجه دي اصلها ايه وايه اللي بيحصل والاغاني دي بتتغنى ازاي. وصلة ده بالجسم يعني. مع الشيخ زين كنا بنعمل وورم اب جسدي. اوكي. نسخن الكلى والحاجات عشان الصوت والظهر والنفس والحاجات دي كلها. زي ما سخنا قبل الحلقه. يا جماعه قبل الحلقه جهاد قالت لي نعمل ورم اب بقى 5 دقايق ولا 10 دقايق. نعمل ال5 دقايق عشان صوتنا بس ما يبقاش فيه عشان ما نغلقش كده. اللي هو في ايه انا بعمله بس في اول اليوم. طيب شفت. ايوه نتكلم في الموضوع ده. بس فده هنا في اكتشاف عالم يعني، عالم ان البني ادم بيسخن جسمه مثلا عشان يعمل حاجه. ده كان بالنسبه لي جديد يعني. انا كل حاجه كانت هنا قوي يعني. ريسيرش ورق بتحللي جدا. كل حاجه انا فاهم. انا على طول على اللابتوب على كتابه كده يعني. فاللي هو انا مره واحده انت بتسيب نفسك وجسمك ده في السبيس وهو ده اللي بيطلع الصوت وبتقول منه حاجات الفلاحين كانوا بيقولوها وهم راجعين من الغيط عشان لموا محصول الذره مثلا. فانت حاسس انك كونكتد بحاجه بروتس بعالم. فطول الوقت العالم ده بقى قاعد يجرجرني على حاجه ورا حاجه ورا حاجه فاهم. يجرجرك. يعني انا انا قعدت كتير بمارس الفن بلا اي هدف ان ده يكون شغلانه او كارير او اي حاجه. انا لحد ما رحت اسطنبول وهناك عملت ميوزيكال ثياتر. كنت رايحه اصلا تدرسي تاريخ؟ كنت رايحه ادرس تاريخ. وقلت جنب زي ما انا في مصر على طول بعمل حاجه بغني وبعمل اي حاجه فنيه دايما على جنب يعني، عشان بجد هو ده اللي بيحسسني اني كويسه. انا من غيره بطفي.
فقلت ما ادور بقى في اسطنبول في ايه وكده. الصدفه البحته اتعرفت على يوسف وهبي بتاعهم مثلا، اوكي. اقدم واحد عمل مسرح في اسطنبول وفي تركيا راجل كبير جدا، كان عنده حاجه و80 سنه يعني لما انا قابلته. راجل خطير، مم. عينيه بتلمع كده، كل ما يجي كلاس يتكلمنا عن حاجه في تاريخ المسرح او حاجه هو عايز يقول اي حاجه عن المسرح، هو عينيه مم. بتلمع كده. فانا بصيت له قلت انا عايزه ابقى عينيا بتلمع كده. انا عايزه ابقى عندي 80 سنه وعينيا بتلمع كده بجد. مم. بس عملت البروجرام معاه يعني 8 شهور، كل ده على جنب. مم. وكنت بدرس بقى ساعتها، بدرس تركي اللغه، ده كان prerequisite عشان بقى تخش على الماجستير يعني. كنت ساعتها عايزه اعمل دكتوراه. انت بتحبي الدراسة قوي. او لا. لا يعني انت عملتي يعني علوم سياسية وبعدين ماجستير وبعدين رايحين نعمل ماجستير تاني في بلد فاهمة في انجلترا وماجستير اه في اسطنبول في تركيا ودكتوراه اعتقد وبتحللي وبتكتبي انا فاهمة. الدماغ التحليليه دي بقت جزء مني. اعتقد ان الدراسه عملتني كده يعني، اوكي. خلتني كده. اه بس انت حتى في طريقة شغلك كممثلة انت بتذاكري. بقيت عامله كده خلاص اه. يعني، خلاص هو بقى مم. معانا. بس انا برضو aware ان في جزء كبير من ان انا بذاكر قوي كده هو نوع من انواع الهروب يعني. عشان اوكي. برضو الواحد يبقى والانكزايتي يعني، كل ما احس ان انا عندي نوع من انواع التوتر او في حتة انا مش واثقة في حياتي، انا عايزة اعمل ايه وانا فين وانا مبسوطة ولا لا وانا كده، كنت ده دايما كان الملجأ. انا هروح اذاكر حاجة، هروح اخد شهادة مش عارف ايه، هروح بتديكي هدف للحياة او purpose شوية. بتفتح دماغي على حاجة جديدة انا ما كنتش شايفاها قبل كده. ف I get unstuck اوكي. يعني. هو نوع من انواع ان انا افك البلوك اللي انا فيه اوكي. او احساسي بالتوتر، فالتوتر بيعمل لي بلوك يعني. الواحد وهو متوتر ما بيعرفش يتصرف او مم. يفكر صح. فهو كانت دي طريقتي حتى ايام المدرسة يعني، حاسة اني بعمل وحش، مم. النمر مش عاجباني، فاروح اقعد على المكتب ال4 ساعات، فاهم اللي مم. هو نوع من انواع اللي هو انا مش عارفة اعمل ايه فهقعد اعمل ده. اوكي. أه فدلوقتي وانا ممثلة، على قد ما ده فادني وساعدني وخليني اتعلم، برضو انا يعني بحس كده مع نفسي ان انا محتاجة اعرف امتى اقول خلاص. كفاية مذاكرة دلوقتي. مش كله كده، مم. مش كله بالورقة والقلم، مش كله يعني. في جزء كبير قوي في الفن، حتى الجزء اللي هو الامبulses ده برضو دراسة مم. يعني. حتى لما تسيب لنفسك تعلمي ازاي تسيبي نفسك بطريقة ده صح. برضو بتاخد له workshop يعني. اللي هو ففي لحظة كده بحس لازم برضو الواحد يتعلم انه خلاص لازم اسيب الموضوع شوية. لازم اسيب نفسي للحياة مش للوركشوب، مش للتجربة نفسها. يعني انت عملتي الواجب خلاص بجد كفاية يعني. يعني ده بالنسبة لي من اصعب الحاجات ان اللي انت هو تسيبي الكتاب. خلاص خلاص بجد. مم. لان انت يمكن لقيتي السيفتي او اه الامان في ان انت تبقي هو بتذاكري وعارفه ان اصبح مكان للهروب، فمش كويس عند مم. مرحلة هو يعني اي حاجة هتتعود عليها، او حتى لو هي مفيدة كده مم. ودراسة بس اي حاجة هي مش بتخليك تواجه حاجة تانية يبقى مم. فيها مشكلة، اوكي. فاهم؟ حتى لو هي شكلها كويس. كويس. مم. طب بقيتي تعالجي التوتر والحاجات دي ازاي دلوقتي؟ الحمد لله بقى الجيرني دي ادتني بقى تولز كتيرة قوي يعني. ان انا اول حاجة انا مؤمنة جدا بالعلاج النفسي اوكي. والثيرابيست يعني مؤمنة جدا. انا معرفش، انا من غير انا ما كنتش هعرف اخد اي قرار من القرارات دي، ولا اكسبلور اي حاجة من الحاجات اللي انا قعدت دعبس واكتشف ولا كنت هسافر ولا كنت هعمل اي حاجة من اللي انا بعملها دي لو انا مش بروح ثيرابي. اوكي. يعني هو ده اللي ساعدني اقعد افتح واتجرأ واواجه نفسي في حاجات
واواجه مخاوفي واواجه اللي انا متعودة عليه من طفولتي. يعني مش سهل على حد متعود يكون لوحده جدا طول الوقت انه يروح منفتح على العالم ويسافر ويتعرف على، لا صعبة مش سهلة. بس من غير ثيرابي ما كانش هيحصل ده. اوكي. فده أداة يعني معانا كده ثابتة. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح للدكتور. يعني وانا مش بشوف ان الثيرابي بس للناس المتضايقة، لا خالص. انا بشوفها ان هي بتساعدك كإنسانة تبقي متصالحة مع نفسك في كل حاجة. يعني تو انلوك كده ايه اللي حصل. لا اي يعني whatever لأنه ايه اللي حصل حصل أكيد. في حاجة حصلت اكيد. ايه اللي حصل كذا تمام، فده مخليني فين في الحتة دي تمام يعني. وتتقبل ده يعني مش ان انت تروح عكسه او حاجة. فده جزء. وفي بقى التولز اللي انت بتتعرف عليها من الرحلة دي، الا وهي بالنسبة لي بجد الزتونة في الجسم. أوكي. انا بهدى من الجسم، بتعصب من الجسم، بكل حاجة من بكنترول، مش بكنترول يعني مش عايزة اقول بكنترول، بس بتعامل مع التوتر بتاعي مش من هنا. فانت بتقولي ان انت التوتر بتعالجيه ان انت بتشتغلي على جسمك وكل حاجة بتحسيها ثرو جسمك، وفي نفس الوقت ان انت بتروحي علاج نفسي. رأيك ان العلاج النفسي ده ليه الناس شايفاه ان هي زي تابو كده، الناس مش قادرة تتقبله عامة؟ دي خسارة يعني. بجد الناس فايتها. انا والله في ناس اعرفهم اصحابي يبقى بيعاني اللي هو بينهار. بس انا كويس. بينهار. بيقع. اللي هو انت يا حبيبي، انت 2 seconds away انك تروح عادي تبقى كويس يعني. بجد هو مشوار. اوكي. رافع تدفع بس تاخد ميعاد بالتليفون. فانت بجد يعني بينه وبين ان هو يعيش حياة افضل. يعني خلي بالك في جزء كبير قوي في الثيرابي ليه علاقة بالكواليتي اوف لايف، مش بس ان انا يبقى عندي حاجة واخففها. اوكي. لا، ان انا اعلي من مستوى المعيشة نفسه، من مستوى استمتاعي بالحاجات اللي حواليا، من نظرتي للحياة. يعني مش بس ان انا عندي مشكلة فبحلها. اوكي. فما بالك اللي عنده مشكلة ومش بيحلها ومش، فبالتالي طبعا يعني متعرقل تماما على انه يحس بالحياة حواليه، او ان هو بره حاجة معينة لو ما حصلتش يبقى هو كده في حتة وحشة. فبجد الناس بتصعب عليا انه التابو كل ده انه بجد منعهم من ان انت بجد مكالمة تليفون وتبقى في حتة تانية. تبقى في حتة تانية نفسيا يعني. مش هقولك هتبقى بكرة في معرفش هتأتشيف ولا هتوصل لإيه، بس انت كبني آدم بجد حرام انك تستخسر ده في نفسك. فاهم قصدك. طب يا جوجز، التمثيل اصلا الناس بتشوفها انها يمكن شغلانه موتره شويه. طب انتي رحتي للتمثيل برجليكي ليه؟ ما هو خلي بالك انا الاول كان هو اللي بيهديني. يعني انا كنت بمارس الحاجات دي لانها بجد في ده ملجأك ان انت ترتاحي وتستمتعي، بان انا ابقى بجد كويسه. يعني انا من غير الغنى ما كنتش ببقى كويسه. ولما تعرفت على عالم المسرح، يعني لسه المسرح الغنائي لسه ما كنتش عارفه التمثيل اللي هو الكاميرا لوحده او تمثيل بس. برضو كان في عالم كده اتفتح قدامي. ولما رجعت مصر وبدأت اخد ورش، خلاص بقى هو بقى في ادمان ان انا من غير ده انا مش كويسه. فاهم اصلا الفكره بقى ان كل ده ما كانش فيه ضغط انه ده لازم يبقى كارير وده شغلك ولازم تعمل فيه حاجه. كنت لسه مكمله في العلوم السياسيه كنت اشتغلت شغلانات كتير قوي، اشتغلت حاجات كتير قوي بقى على جنب عشان افضل يبقى في بس دخل ثابت او دخل يعني كده. بس دايما كل ده بقى كان موجود. وانا وقعدت كتير بحاول اعمل ميوزيكال في مصر يعني. بدرس ده او بذاكر ده شويه وبلا هدف يعني، ما اعرفش انا عايزه اعمل ايه. واخدت ورش. انت كنت معايا في الفورم ثياتر بالظبط. برضو مسرح المنتدى. مسرح المنتدى او مسرح المقهورين. هو فورم من انواع يعني، نوع من انواع مسرح المقهورين. هو مش اللي احنا كنا بنعمله يعني، مش الاوريجينال فورم.
بس ستيل يعني قعدت فيه سنتين. السنتين بعمل مسرح المقهورين ده انا ما اعرفش انا عايزه ايه اصلا يعني. كنا متهيألي كلنا في نفس المرحلة دي، اللي هو مبسوطين ومستمتعين وفي جمهور بيجي وناس بتتفرج. انا عارفه ان انا بروح المكان ده بعبر عن نفسي برضو. مسرح المقهورين احنا اللي بنكتب القصص، قصص طالعه مننا. ففي حاجه فيها علاج كده برضو شويه. هي مش الهدف ان يكون علاجي، بس كان في حاجه بتحصل لوحدها بالزبط. ان انت عبرت عن قصه كبسه على نفسي بقالها مثلا 15 سنه. حطيتها في مسرحيه وكتبتها والناس مثلتها وادوني فيدباك فده ثمين، ده لا يقدر بحاجه. وانا ما اعرفش انا عايز بعمل ده ليه، بس انا ده بالنسبه لي حاجه يعني لوحدها كده on its own. انا يعني كان عندي تقدير جدا اللي احنا كنا بنعمله ده، وكان بالنسبه لي يعني روحي هناك يعني بروح مش عايزه اوقف يعني. لحد ما ده بالوقت بدأ يتحول اوكي شغل وكارير وكده. طبعا في الاول كان في البريشر بتاع هعمل ايه واروح فين اكلم مين ولا اعمل ايه كده. ده دلوقتي برضو في شوية بريشر بتاع اوكي طب انا دلوقتي عملت كذا المفروض اعمل ايه بقى دلوقتي what's next. لا بحس برضو ان انتي تاخدي الخطوة ان انتي تمثلي وخلاص جالك دور، ان انتي بقى تستمري في ان الادوار تجيلك وتستمري في حجم الدور اللي بيجيلك، ان هو ما يبقاش يبقى دور مؤثر ويبقى دور كويس زي اللي انتي عملتيه قبل كده. فبيبقى فيه ان انتي تحافظي على نفس المستوى ده صعب جدا. صعب جدا لان انا مش انا المتحكم الوحيد. انتي مش يعني انا بشوف ان الممثل مش متحكم قوي، مش متحكم اصلا. الممثل غلبان يعني. بس بتحاول على قد ما بتقدر انه تفضل aligned كده مع المناسب ليك. وفي نفس الوقت كده في حاجة انا دلوقتي بتعلم، انا لسه مش فولي هناك يعني، لسه ما وصلتش قوي لده، بس بحاول اسيب ايدي برضو. اللي هو اوكي يعني الكارير هو اللي هيتعمل، انا مش شرط انا اعمل كل حاجة يعني. في حاجة بتحصل لوحدها بس بنوع شخصيتك يعني. مجرد ان انت اشتغلت على نفسك وبقى بقى ليك ملامح معينة وايدنتيتي معينة وذوق معين. ما هو الذوق ده على فكرة ما بيجيش لوحده يعني. انا بشوف ان الذوق بيتبني، ذوقك في الحاجة مكتسب كمان بيكتسب وبيتبني على انت شفت ايه، فبالنسبة لك ايه الحلو وايه الوحش، انت اشتغلت ايه او قريت ايه او عملت ايه. فخلاص انا حاسة ان كل ده لما بتشتغل عليه الكارير يعني في حاجة بتاخد مجراها كده، فاهم؟ ممكن تحصل برضو ممكن ما تحصلش، فهو لازم يكون في بقى تسليم تام للقدر. اصلا انا هقعد اشيل هم ده فهيحصل ايه. ده اللي بحاول اقوله لنفسي يعني. ساعات بنجح ساعات لا اكيد. طب عايز اسالك سؤال بقى، انتي من علوم سياسيه برضو للتمثيل، اهلك كانوا رد فعلهم ايه؟ فاهم مامتك وباباكي اللي هو بنت الماجستير والدكتوراه اللي هو اللي بقت ممثله يعني يعني صعبوا عليا فعلا. فاهمه. بابايا دايما كان في حته كده اعملي اللي يسعدك مش هتكوني مبسوطه يعني. هو في ده. مامتي كانت في اللي هو يعني عشان انا ما كنتش جايبه سيره برضو، انا كنت بعمل الحاجات دي على جنب كده بتعمليها يعني يعني زي ما اكون انا نازله خارجه مع صحابي بس نازله اعمل مزيكا. هي مش يعني في الاخر دي حاجه في الويكند فبروح يعني مش حدش مركز تعملي ايه. فهو الصدمه لما انا خدت وقت لوحدي برضو بنخور يعني قاعده كده ما بقولش حاجه. بتنخوري في دماغهم هم؟ في دماغي انا اصلا عارف الصعوبه في ان انا اقنع نفسي، مش اقنعهم خالص. يعني ان انا بعد ما انا درست كل الحاجات دي ومشيت السكه دي وبقيت بعمل حاجات معينه وفي برضو فيها potential وكارير والحاجات بتتفتح، في صعوبه ليا انا ان انا اقول لا انا مش سعيده، انا مش سعيده هنا. انتي تقفي اصلا مع نفسك دي انا مش عايزه اعمل ده وتقلبي حياتك برضو 180 درجه واروح قلبه يعني. انا كنت رايحه اسطنبول من 3 ل 7 سنين رجعت بعد اول سنه ببدا ورش تمثيل وببدا حاجات والدراسه وكل حاجه من الاول خالص.
كأن كل اللي فات ده ما حصلش. فده كان قرار صعب. مم. فانا بلغتهم في اللحظه دي، بس كان قبلها في مثلا 3 سنين ولا حاجه انا بتفكري بينك وبين نفسك كده انا عمالة اللي هو انا بحب ده، بس ايه يعني، بس ايه هعمل مم. ايه بيه ده؟ مم. يعني مش متخيله يعني ان دي هتكون المهنه بتاعتي. بس فانا بعد ما انا خدت القرار برضو في حاجه برضو دي اتعلمتها. انت اول ما انت بتبقى واثق من قرارك، انت خلاص وصلت للحته اللي انت شايف. يعني انت لو انت عندك كلاريتي بتنقل الوضوح ده، في وضوح الرؤيه ده بتنقله للي حواليك. مم. فمامتي ما كانش فيه اي يعني مش فاهمه وخايفه، وبعدين ما انتي درستي ورحتي، هنرمي ده في الزباله وتروحي تعمل، افرض ما وصلتيش لحاجه يعني ده مم. هتضيعي يعني وقتك ومجهودك، في رعب يعني. بس اعتقد الحاجه المقدمه اللي انا كنت يعني انا رايح انا هعمل ده يعني، كنت خلاص وصلت. اعتقد ده احساس هي شكلها هي فاهمة. قادره. مم. اوكي انتي حاسه بكده. ومع السنين يعني لحد ما شافت اخر مسرحيه اللي عملناها ماذا افعل هنا بحق الجحيم، يعني هي خارجه من المسرحيه تقولي ده مكانك، انتي اوكي. في انتي في مكان خلاص تمام. مم. ده سنين يعني، بس اللي هو هي في فاهم لحظة التقبل دي كمان. هي كمان اللي هو يعني كده. بس برضو في ثقة في انه انا قدامي حد انا عارفة انه مش عبيط يعني، مش هوائي، مش بيروح يعمل حاجة وما يكملهاش. يعني برضو في ثقة في نوع الشخص اصلا اللي بيتكلم. اوكي، ان هي عارفة بنتها هتبقى شايفة اه الموضوع ازاي. in a way يعني. فانا بصراحة بقى يعني في appreciation قوي لده اوكي. من ناحيتي. حلو. بس بقى رجعنا من اسطنبول واخدنا الورش وعملنا المسرح وكل الكلام ده، وبعدين بقى ايه ابتدينا ان احنا نخش في المسلسلات. ايوه ايوه حصل. واول مسلسل كان متهيألي ليه لا الجزء يعني قبله عملت دور صغنون جدا في قبيل. بس بتهيألي ان هم ما حطوهوش يعني، كان ماتيريال كتير وكده. بس ستيل يعني اليوم التصوير ده انا اتعلمت فيه كتير قوي. اوكي. يعني كنت الاول حاجات بروحها يوم كده. ف ف فقبيل يعتبر اول مسلسل اللي هو شفت لوكيشن بتاعه. اوكي. مع مخرج جميل كريم الشناوي. وبعدين بتهيألي سنة من ده لحد ليه لأ. اوكي. في النص عملت اعلان مع استاذة مريم ابو عوف. الاعلان ده انا واقفة الاعلان كله بعمل كده. اعلان اريال ايه حاجه ده ينفع نقول؟ كويس. هو اعلان اريال بس في اريال كده. وبرضه بحس بابريشيشن رهيبه لاستاذه مريم ان هي شافت حاجه في اليوم ده انا ما اعرفش هي شافتها ازاي. 16 ساعه بعمل كده يعني اللي هو الستامينا برضو ان انت واقفه 16 ساعه على نفس الاداء ده حاجه مبهره. يعني بجد الناس دي عامه في الحياه اللي هي بتشوف بيوند اللي موجود، يعني بتشوف مش بس بتشوف ورا اللي موجود ده، اللي هي بتاخد ريسك، اللي هي بتدي فرص. بحس بامتنان رهيب لانواع الناس دي. اوكي. واستاذه مريم منهم جدا يعني. حلو. بس عملنا ليه لا، وبعدين سفاح الجيزه. لا لسه بعد ليه لا غرفه 207. والصندوق يوميات جروب العيله. ايوه. وبعدين الصندوق. وبعدين سفاح الجيزه. اوكي. الناس بقى ابتدت تعرفك اكتر في سفاح الجيزه، متهيألي سمع جامد قوي. ده يعني ليه لا حصل سنة كده. وبعدين اكتر واحد يمكن بعده فعلا هو سفاح الجيزه. علم مع الناس المشهد كان قوي قوي. والدم والرعب وان انت تعملي اصلا تقدمي على دور زي ده. ايوه. كان ايه بقى حضرتي له ازاي؟ كان خفتي ما خفتيش اصلا ان انت عايزه اقول لك لا ما خفتش، انبسطت كنت كده فاهم اللي الدور حلو مختلف.
كنت خايفه اللي هو اعمله وحش يعني، او خايفه ما بقاش الخوف قد ال- الحجم الحاجه يعني مم. اللي مدياني. مم. بس كنت الله دعم يعني، آه. كنت حاجه مختلفه، حاجه براك، حاجه عمرك ما هتعملها في الحياه يعني، الحمد مم. لله ان شاء الله يعني. آه. يعني هو ده الهدف بقى من أيوة. التمثيل يعني، آه. اخيرا آه. بقى انا ممثله بقى بمثل بقى آه. ف... فحاجه اللي هي بره آه. الطبيعي، الحاجه اللي هي مم. وللاسف يعني بشوف ان معظم الادوار ده بيتغير برضو مم. كام سنه اللي فاتوا، بس معظم الادوار او اللي احنا مستنيينه من ممثلات كده قوي. ليه يا جماعه؟ عادي يعني روحوا. تحدونا. يعني لا، حطوا لنا حاجات ونستصعبها ونحس بالفشل وبعدين نذاكر فنعمل حلو يعني، علوا علينا الحاجه شويه يعني، عادي يعني يعني احنا كمان عايزين تشالنج يعني. يعني فاهم قصدي؟ ده دور انا كنت شايفه فيه ده، مم. حتى لو هو قد كده. مم. استعدت لي ازاي؟ بالجسم. اوكي. انا ما كانش عندي سكريبت كله، مم. فكنت لازم محتاج اركز على المشاهد اللي عندي وكده. فاشتغلت بالجسم واشتغلت بانيمال ورك، معرفش لو مم. انت برضو فاهم قصدك. عديت على ده شويه. مم. ان انت تبقي بتشوفي حيوان معين قريب من الشخصية شوية فتشتغلي من وتبدأ خلاله. تخش فيه وتبقى من مم. يعني بتبص من جواه يعني تمارين بقى كتير مم. قوي، وبرضه you have to let it go، ما ينفعش بقى داخله انا حيوان يعني. انا تعبان. لا. لا يعني لازم يعني بعد ما عملت الشغل ده خلاص برضه انا كنت رايحه انا مش عارفه انا بعمل ايه، انا حلوه يعني انت تمام مم. كويس يعني كده. بس انا بعد ما بحضر ببقى حاسه انا عملت اللي عليا، مم. ما خلاص ما انا اوكي. ذاكرت يعني، مم. يحصل بقى ما يحصلش مش حلو. ماشي بايدي برضو يعني. حلو حلو. بس ورمضان ده بقى عملنا عملين كسروا الدنيا. ايوه. ايوه. ايه بقى؟ احكي لنا. الاول مسار مسار اجباري. اجباري هو اللي جه، وانبسطت قوي لانه برضو دور مختلف عنك عن اللي كنت قدمتيه. سعيده بقى ان انا هبقى عادي بقى يعني. لا، اللي بنت انت عاديه عادية. ماشيه في الشارع لا. يعني، فاهم؟ اللي هو بركب عربيه عادية. بروح المكتب يعني، شخص طبيعي برضه، النمطيه مش وحشه. اسكتي يا جدع. في ايه؟ ارجعي بقى للحاجات العاديه بقى. فكنت حاسه انها فرصه ليا ان انا تبقى حاجة مختلفة برضو. اوري جهاد اللي هي البنوته اللي متخرجه مش لازم اكون بقتل بني ادمين ولا بعذب ناس ولا كده يعني. فكانت فرصه حلوه ان انا اوري برضو الجزء ده جزء تاني مني خالص. انا بشوف بدون سابق انذار اه شخصية كده متهيألي قريبة قوي من ستات كتير قوي في مصر. عايزة تحسن من وضعها ومهتمة قوي بعيلتها وولادها، وان هي تبقى واقفة على ارض صلبة كده، ومعاها جوز مش مساعد قوي. يعني انا نهى في بدون سابق انذار بحس هي يعني نموذج الست اللي هو عارف الاكسبريشن بتاع بايدي واسناني. هي بجد بايديها واسنانها. هي دي عيشتها من ساعة ما اتولدت لحد ما وصلت للزوج ده اللي هي بتحبه جدا، لحد بقى ما وصلت للمشاكل دي. هي بايديها واسنانها. اوكي. فساعات من كتر ما انت بايديك واسنانك فعلا في الحياة ممكن تقلب اجريسيف، بس ده مش معناه ان انت مش طيب. صح. دي نهى بالنسبة لي. نهى بالنسبة لي طيبة بس هي اجريسيف من كتر ما هي ما شافت وعفرت انا مش هرجع زي ما كنت، انا جايه من حته بعيده قوي شقيت فيها قوي، ودايما كنت واقفه على رجلي، دايما انا كنت معتمده على نفسي. حتى في الجوازه اللي هي المفروض رفعتها لفوق يعني. الناس تبقى شايفاها رفعتها لفوق او نقلتها نقله، هي العنصر اللي بيعمل فيها مجهود اكبر. هي شايله فيها كتير، بتشتغل بتربي عيال ف بحس ان انا وصلت لكل ده بعد كل ده، وحد جاي يقول لي انا هبيع مش عارف ايه عشان نفسي اعمل كده، لا. اوكي يعني طب انت كجهاد بتشوفي شخصيتك قريبة من نهى في حاجات؟ في فكرة ان انت المعافرة
او فكرة العيلة او فكرة الامومة؟ هي اكيد بس انا حاسه ان برضو ده relevant لكل انسان، ان هو المعافرة وان احنا بنحاول نوصل من نقطة لنقطة، من point A ل point B يعني يعني مثلا يعني. فانا حاسة انه في ده طبعا common بيني وما بينها، اللي هو لا احنا بنعافر وبنحاول وكده. بس اعتقد ان انا مش حاسة برعب شديد كده زيها. اوكي. بحس ان نوها من الستات المرعوبة، مرعوبة انها تخسر حاجة. واعتقد برضه ده عنصر بيجي مع الامومة. اوكي. هي فهي خوفها هيبقى اكتر مني انا ما عنديش حاجة اخسرها قوي زي الضنا يعني. يعني فاهم يعني واحد يخسر في عياله او يخسر في مستقبل عياله او في الحاجات اللي يقدر يقدمها لعياله، لا بتبقى الريسك عالي. اوكي. فانا ما عنديش الرعب اللي عندها ده. بس اكيد في ان احنا لازم نعافر ونعمل. وانا من نوع الناس لو حاجة مضايقاني بقول، ما انا شخص confrontational يعني في المعاملات كده. بتواجه بواجه يعني لو في حد اعتقد ده برضو بيني وبينه لا حد مش تمام، بقول على فكرة ما كانتش حلوة الحركة دي، ليه بقى حصل كده، وببقى مستنية رد فعلا يعني، عشان لو فهمت ليه خلاص انا ممكن اعديها تمام. اوكي. لكن اللي هو كأنه ما حصلش ده ما بعرفش، ببقى دايما في سؤال يعني جوايا كده question mark، هو ليه ده حصل، ليه حصل كده. يمكن ده مش مريح لناس كتيرة، ويمكن انا بتعلم برضو مع الوقت انه خلاص let go. بس اكيد عندنا حس المواجهة ده اللي هو وبالراحة يعني. انا مش شرط يبقى هي عندها بعصبية كده، انا لا عادي ممكن اقعد معاك، ما اتبسطتش قوي صراحة لما قلت لي كذا فليه يعني فاهم قصدي كده يعني. عندي ده مش عارفة انت عارفني اكتر قولي. لا يعني في حاجات فكرة فاهم قصدك جدا موجودة. يعني هواجهها عافرها كده. بس اعتقد ان انا في الحياة اهدى منها. لا مش واخدة مش بنفس مش الاجريشن، لا خالص، لان هي عندها هاي ريسك بس. بالظبط. طب جهاد، احنا كل واحد فينا حياته عبارة عن فيلم، انا بشوفها كده وبيبقى فيها زي ماستر سين كده بيغير حياته 180 درجة. فايه الماستر سين اللي في حياة جهاد وغير فيك ايه؟ في افلام ما فيهاش ماستر سين بتبقاش افلام كويسة قوي. لا ليه عادي، تبقى اللي هو احنا شايفين رحلة البطل كده. بس بيبقى فيه دايما مختطفات. اعتقد اني عندي محطات اكتر من ماستر سين يعني. عندي اللي هو عندي يعني اكيد مثلا نقلة من المدرسة الاولى للتانية دي بيج يعني. لا ما يعني نقلة كبيرة. اوكي. وقعدت في المدرسة التانية دي حوالي 5 سنين. اوكي. 5 سنين لا يعني نعمل منهم 20 فيلم عادي. لا 5 سنين بتوع المدرسة التانية دي. مش هقولك الجامعة، لا مش بحس ان محطاتي بالتعليم قوي. هو طبعا بيفرق ان مرة واحدة بتبقى في محيط تاني. اوكي مفهوم جدا. بس اعتقد انه انجلترا يعني. تعالى نحط من بعد ال5 سنين بتوع المدرسة دول رحت بقى الجامعة وشفت عالم الجامعة ومش وكده ده. بس بقى حصل برضو ده لما بقى سافرت عشت لوحدي، درست اتعلمت يعني انا البروجرام بتاعي بتاع الماجستير ده كان فيه حاجة و40 جنسية. اوكي. فتعاملت مع ناس من كل حتة في الكوكب فعليا يعني. وبعدين بقى في لحظة كده لو انا مش جهاد المصرية اللي عايشة في القاهرة، اللي مامتها وباباها فلان وفلانة، اللي اصحابها فلان، فانت مين؟ وده السؤال اللي سألته لك اول الحلقة. هي بقى حاجة انت بتكتشفها دي اول مرة انا اتحطيت قدام السؤال ده، هو انا مين؟ لو انا مش يعني الحياة بتبقى كده في بوكسز كده، المجتمع بيحطك فيها ووضعك الاجتماعي بيحطك فيها، الدراسة بس لو انا مش كل الناس دي انا مين؟ اعتقد اني لسه بدور على السؤال الاجابة يعني. بس already انك يدروب كل الكلام ده ان هو مش ده تعريفك، مش دي هويتك. انا مش جهاد اللي عايشة في القاهرة بس،
او انا يعني في حاجه كده بره ده او غير ده. والدراسه نفسها بتفتح عينيك على حاجات طول الوقت. انت بتقرا حاجه تناقشها مع حد شايفها بطريقه تانية خالص. اوكي. وبعدين تكتب مثلا ورقه بحثيه انت حاسس انك كاتب احسن بحث في الكوكب. يرجع لك اللي هو ايه اللي انت عامله ده خالص بقى. يعني فاهم. فدايما في نقاش يعني رايح جاي كده بانفتاح على النقاش ده. مش حاصل ما بين نفس الدايرة اللي انت تعرفها، لا انت مرة واحدة على الناس كلها. واعتقد برضو محطة تانية اسطنبول، ان انت تبقى على طول الاجنبي. احساسك انك يعني في انجلترا انت مش اجنبي، انت احنا كلنا اجانب فتمام. كلنا من مليون حتة. لكن اسطنبول لا، يعني هم كلهم عادي اتراك وانا الاجنبية اللي موجودة. فده برضو بيخليك تبص على حاجات كده بمنظور تاني. اوكي. ان لو انت الشخص الوحيد، اقل واحد بيتكلم اللغة دي في المكان، واقل واحد فاهم الثقافة المعينة اللي احنا فيها، فايه فبتبدأ كده تكتشف بلد وثقافة وناس ولغة من اول وجديد، من اول الف ب. فده بيعمل حاجة برضو في المخ ليها علاقة مش بس بده، ليها علاقة بيك انت كمان. وبنت لما ترجع مصر انت شايف ايه عن نفسك وعن ثقافتك وعن حياتك وكده. اسطنبول هي المكان اللي انا اكتشفت فيه ان انا عايزة ابقى ممثلة اصلا. فدي من اهم هي انا رحت سنة، بس هي تعتبر اهم سنة او سنة محورية جدا في حياتي. يعني انه ان انا رجعت، انا راجعة مصر وعارفه انا عايزه اعمل ايه، وهدرس، هروح ورش تمثيل وهعمل كذا وهعمل كذا. يمكن مع الوقت واضح اكتر كارير وايز انا عايزه اعمل ايه. مش من الاول انا هبقى ممثله، لا يعني انا بس مبدئيا انا عايزه ادرس تمثيل واخد ورش تمثيل، ومش عايزه اكمل في الدكتوراه. اوكي. فده قرار ده قرار يعني فاهم. بس اعتقد من بعد اسطنبول انا في نفس الفيز بقى، او مش نفس الفيز، يعني هي بداية للمشوار اللي احنا شايفيني فيه دلوقتي ده. اوكي. بدايته من هناك، يعني اللي هو لحد ما بقيت هنا. اسطنبول دي تقريبا من ايه 8-9 سنين؟ لا اقل. اسطنبول 2017 6 سنين 6 ولا 2000 وكام؟ لا مش فاكرة 2000 وكام. بس حاجة في الرينج ده يعني. لا بروسس يعني. لا عشان الناس بحس مش بتبقى متخيلة لما بيشوفوا حد على الشاشة. اكيد ده حد بيعمل مش في الكومنتس دي. اكيد واخد ده واسطة تفهموا. لو تعرفوا بس انا جاية من على باب الله بجد. مش خالص. انا جاية من اعلان اريال يعني. ومن اعلان اريال كان المهرجان كان في فرنسا. كان لذيذ قوي. كانت ايه بقى الرحلة دي؟ انا كنت رايحه، انا بحب دايما اخد ورش بره برضو، يعني باخد هنا وباخد بره. وعملت برضو حاجه بسموه intensive program كده في فرنسا. اوكي. في مدرسه مسرح هناك. بحب وباخد برضو ورش تمثيل في اسطنبول. يعني رجعت بقى كذا مره اشوف بقى الحياه عامله ليه بقى. لما نشوف بقى، لما نحط اجني اللغه على جنب، التعذيب اللي كان موجود في الاول ده، انت اللغه اتحسنت، بقيتي تعرفي تتكلمي تركي؟ اتحسنت وبقيت يعني مش مهتمه خالص بالاكسنت بتاعتي في اي لغه من اللغات اللي انا بتكلم. المهم ان انا اعرف اعبر عن نفسي واشرح اللي انا عايزه اقوله للشخص فاتعلم. يعني هو بجد ده الهدف من اللغات يعني. بس عشان انا اتعلمت في كونتكست كان في اللي هو السوبريوريتي اللي كنت بحكي لك عليها دي. قعدت كتير قافله من اللغات وبخاف منها وكده، لحد ما اكتشفت اني اكشلي عندي كنز. فاهم. فانا يعني بروح احضر ورش مايزنر بالتركي مثلا.
فدي دي ميزه يعني، انك بتشوفي ان انا أصلاً. فتحت مخي ان انا اعرف استعمل الميزه دي. فاهم قصدك. فان انا بقى اشوف الناس بتتعلم تمثيل في حته تانية ازاي، وان في حاجات كومن عندنا، كل هي نفس الحاجه بنتعلمها هنا وبيتعلموها هنا، وفي حاجات لا زياده عندهم مش عندنا، في حاجات عندنا مش عندهم ده. فاوريدي ده بحبه الانفتاح على الناس التانية ده بشوفه اساسي. اوكي. فكان جت كده ان انا كنت رايحه ورشه برضو، احنا حاجه و50 جنسيه كلنا ممثلين، فانك تشوف بقى كل الممثلين دول كلهم بيجروا ورا نفس الحاجه، عايزين يوصلوا لنفس الحاجه اللي هو الدور. الدور عارف الدور مش دور، مش دور، لا الدور. فاحنا في الورشه دي مع بعض، وهي اصلا بتتعمل في اسبانيا بس نقلوها كان عشان المهرجان، فيكون في فرصه للنتوركينج اكبر وكده. فلا يعني حاجه تخليك فاهم الكوكب ماشي ازاي، والداينامكس والبوليتكس، ومين بياخد دور ليه، وايه اللي بيحصل، وايه الموقف السياسي تأثيره على ده. فاهم قصدي؟ معظم الوقت ما بروح الحاجات دي ببقى المصرية الوحيدة، العربية الوحيدة. بجد بيبقى عندي علامات استفهام ليه؟ يعني هو احنا يا جماعة مش جزء من الكوكب؟ انا كنت برضو في الصيف اللي فات برضو رحت ورشة تمثيل في فرنسا في كوفلوغون، انا المصري العربي الوحيد، فاهم اللي هو الناس باصين لي كده اللي هو ايه. يعني ده انا بشوف ان ده شيء حزين جدا. يعني لما بقى في بجد كان في معنا بتاع 20 ألماني مثلا وفرنساويين ومش عارف ايه وروس وحتى اتراك ميني كده. بس اكن العرب دول اضحكك يعني كلاس من كلاسز داخلين هم حاطين فيديو ليه علاقه بالكاستنج وقد ايه الكاستنج ما فيهوش ريبريزنتيشن، وانه جايب منين الاسمر والاسيوي والمش عارف ايه، وحاطين الستيريوتايبس اللي كل واحد حد من ده بيعاني منها وكده. والفيديو اللي معمول على الستيريوتايبس والظلم اللي الناس وقله الريبريزنتيشن اللي الناس بتعاني منها ما فيهوش عرب. فبقول له انتوا انا كنت دي النكته، انتوا فاهمين يا جماعه انا قد ايه ماينورتي يعني اقليه يعني انا حتى مش في الفيديو اللي بيتريق على اللاك اوف ريبريزنتيشن ده يعني انا حتى مش موجوده ليه؟ ايه ده؟ يعني كنت عندي احساس كده وانا هناك هو شويه اقرب للغضب يعني. هو ليه؟ في حاجه ليها علاقه بالسيستمز، هم بيشتغلوا بالسيستم. الايجنت بيجوا مصر ما بيعرفوش يكلموا مين. الايجنتس عندنا اكتر منهم مانجمنت يمكن وبي ار وكده. فبيبقى في حاله اوكي انتوا مش عندي على السيستم، فانا هكلم الناس اللي انا اعرفها الايجنتس او السيستم اللي انا فاهمه. ففي جزء علينا we have to work on it، بس في جزء يعني برضو ليه علاقة بالعالم ماشي ازاي، وبرضو we have to work on it. يعني لازم يحصل اختراق لده، مش استسلام يعني العالم وحش وظالم يعني، لا يعني محتاجة اعمل مجهود ان انا ابقى موجودة في هذا العالم، واقول لا والله في ناس زي كتير، احنا كتير جدا احنا مصر بس 100 مليون وشوية يعني فما بالك بقى بالبلاد العربية التانية بكل ما هو بقى ملوش علاقة باللغة العربية، باللي هو الجلوبال ساوث دايما بيقولوا، كل ما هو في الجنوب. فده بيشمل بلاد أفريقية، وبلاد أفريقية فيها بيض مش بس فيها سمر. فيعني احنا في الريس في تعدد، وأصلا الاثنيسيتي احنا ازاي بنعرف نفسنا كايه، كل حد جوه المنطقة دي في اختلافات رهيبة. ان اصلا المنطقه تتفهم ده محتاج مجهود مننا اصلا، اكيد مش هما اللي يعملوا مجهود يفهمونا يعني فاهم. فدي كان بالنسبه لي يعني ده كان المهرجان ده كان ده كان بالنسبه لي كان اللي هو العالم على مصغر كده. فان انا ابدا افهم ده والداينامكس دي،
وانا ايه، اسئله بقى اكتر منها اجوبه. انا ايه في العالم ده، او انا مين، او انا عايزه اعمل ايه. لان انا مش بشوف ان هو الواحد يبقى موجود internationally عشان يبقى موجود internationally. يعني طبعا هي اكيد ليها privilege وكل حاجه يعني، بس الوجود مجرد الوجود، او ان انت تبقى بس اسمك انا بره وجوه، ده مش هيضيف حاجه لو في مش الآخر. in context، لو انت مش فاهم انت بتعمل ده ليه، هو actually هيضيع لك وقتك. يعني لانه ده سراب، ده عالم. يعني ده، فانت لو مش فاهم انت بتسعى لده ليه، او انت هناك ليه، او انت اصلا عايز ده ولا لا، لانه بشوف انه valid قوي انك ما تبقاش عايزه برضو. فاهم قصدك. يعني مش بشوف ان هو اكيد حلو، اكيد لازم كل خالص. بالعكس، هو لازم يبقى قرار واعي، انا عايز ده ولا لا، فانا هسعى له اصلا ولا لا. لان عادي قوي تروح تجري ورا لا شيء ده بمجرد انه عارف المنطق بتاع the grass is greener. فاكيد هم عندهم لا، مش لازم تبقى شايف ده برضو، وان الحياة مش سهلة خالص الناحية التانية. ولازم تبقى فاهم انت لو عايز ده عايزه ليه، وعايزه ولا لا اصلا، وعايزه منين. في ناس بتروح من مصر، طلعوا من مصر، وده شفناه في كان في فيلمين، وفيلم منهم من صعيد مصر يعني، جاي من واخد الجايزة لأول مرة ناخدها، وهوانم جايين من، يعني جايين من أرضهم. فبرضو ده قرار، أنا عايزة أعمل ده ولا لأ، عايزة أعمله بالطريقة دي ولا لأ. فدي حاجات لازم الواحد يكون واعي ليها. وهي حاجة قبل ما تبقى واعي ده، لازم تبقى واعي بنفسك، انت مين في ده. هي بقى قصص هوية بقى كتير. انا اسفة. خالص. طب يا جهاد او جوجز زي ما من الناس بتدلعها، جوجزيليشس، عايزك تتخيلي معايا كده عيد ميلادك 60. يا لهوي، انا اوصل لهناك. وهتكتبي لنفسك جواب دلوقتي. انا مش حاجات تعيط. لا انت عارفني انا بعيط على اي حاجه. انت بتاع ميدي 60 عايز اعيط. هتكتبي لنفسك جواب دلوقتي، هتفتحيه لما تتمي في عيد ميلادك 60. تتمني لنفسك ايه؟ ثانيه، انا هكتبه دلوقتي. ايوه، وتقري وانت عندك. فاكره بالعكس. ايوه 60 هتقول لنفسي ايه زمان؟ لا اوكي، دلوقتي اقول ايه لل60 قدام؟ يعني لو وصلت للسن ده اقول ايه لنفسي؟ هعيط برضو. يعني اتمنى ان انتي في الوقت ده، يعني وصلتي لل60 تكوني مرتاحة وسعيدة، وحاسة انك عملتي اللي نفسك تعمليه، او لو ما عملتيهوش تبقي مرتاحة وسعيدة ده برضو. ما يكونش في اي حاجة فيها ندم كبير، او يكون الحمد لله يعني على كل حاجة حصلت. مش بشوف ان الحاجات كلها رحلة ممتعة او كده خالص، بس ما يكونش في حاجة فيها ندم كبير يعني. بس تعرف انك هتعيطني. انا اصلا اي سهلة قوي اي حد يعيطني يعني، انت عارف. جهاد حسام الدين، للاسف وقتنا خلص. نورتيني في شقة 11. يسيبني انت على هاي نوت كده. اقعد ابكي انا لوحدي بقى على اللبن المسكوب. تحلمي بال60 يعني. شكرا يا سلوحة. والله لو وصلت لل60 هبقى افتكرك. يعني نورتيني، ربنا يخليك والله. اتمنى انك تكوني انبسطتي في شقة 11. والله انبسطت قوي. يعني حاجة على راحتنا كده، فلذيذ. نورتيني. طب يا جماعه، لو وصلتوا لاخر البودكاست يبقى اكيد البودكاست عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على يوتيوب شقه 11. كمان تقدروا تعملوا لنا لايك وشير وفولو على انستغرام وتيك توك وفيسبوك. كمان تقدروا تسمعونا على كل المنصات الصوتيه زي سبوتيفاي وانغامي وجوجل بودكاست وابل ميوزك. نشوفكم في حلقه جديده من بودكاست شقه 11. باي باي.